الست حنان كانت كل يوم بعد صلاة الفجر تقوم تخبز وتروح حاطة رغيف على شباك بيتها لأي غلبان معدي ياخده. كان في راجل أحدب فقير كان بيعدي كل يوم في نفس الميعاد عشان ياخد الرغيف، وكل مرة بدل ما يشكرها كان يقول وهو ماشي: الشر اللي تعمله يا ابن آدم هياخد لفة ويرجع لك، والخير اللي تعمله يقعد لك وينجيك حي. الست مع الوقت ابتدت تتضايق وتقول لنفسها: هو كل يوم ياخد الرغيف ويقول الكلمتين دول ويمشي؟ قصده ايه يعني؟ اتغاظت وراحت قايله: طب والله ما انا حاطاله بعد كده. تاني يوم الصبح ضميرها أنبها، قالت لنفسها: هو انت بتعملي الخير ده عشان مستنيه شكرانيه من الناس ولا لله؟ استعاذت بالله من الشيطان وقامت عملت الرغيف وحطته على الشباك زي كل يوم. جه الأحدب وخد الرغيف وراح قايل نفس الكلام: الشر اللي تعمله يا ابن آدم ياخد لفة ويرجع لك، والخير اللي تعمله يقعد لك وينجيك حي. اليوم ده بالليل سمعت تخبيط على الباب، فتحت الست حنان لقت ابنها اللي كان غايب بقاله زمان، وكانت بتدعي كل يوم يرجع لها بالسلام. بس ايه بقى، راجع هدومه متقطعة وتعبان وجعان. بعد ما أكل واستحمى وارتاح كده قعد يحكي لها بقى عن الرحلة وقد ايه كانت صعبة. فبيقول لها: اسكتي يا أمي، ده أنا وأنا راجع الزاد اللي معايا خلص وأنا لسه في نص الطريق، وخلاص قربت من البلد وقعت من طولي وشايف ديب من بعيد، بس مش قادر حتى أقوم أهرب ولا أعمل أي حاجة، وأيقنت خلاص إن أنا ميت ميت. لقيت راجل أحدب غلبان كده بيشيلني وبيسندني، طلعني منين والله ما عارف، ربنا يبارك له. قعدني تحت شجرة وشربني واداني رغيف عيش، ببص ما لقيتش معاه غيره. قلت له: طب انت هتاكل ايه؟ قال لي: يا سيدي ربنا هيبعت لي غير، انت محتاجه دلوقتي اكتر مني. الست اول ما سمعت الكلام ده قعدت تعيط، نزلت تسجد سجدة شكر وتقول: الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا ما طاوعت الشيطان. وافتكرت انها لو ما كانتش حطت رغيف العيش زي كل يوم كان ابنها مات من الجوع. الست حنان ساعتها افتكرت معنى مقولة الأحدب بتاعت كل يوم: الشر اللي تعمله يا ابن آدم هياخد لفة ويرجع لك، والخير اللي تعمله يقعد لك وينجيك. أشر الناس من تركه الناس اتقاء شره. من أشر الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك هو السم اللي بيطلع من لسانك. في نوع من أنواع الألسنة، لا مؤاخذة يعني سامحني، اسمه اللسان الزفر القاسي، اللي يخلي الناس تنام بالليل دمعتها على خدها، ما تعرفش تنام من كتر ما كلامك عمال يتكرر في ودنه وبيعصر في قلبه من جوه. كلمة لا تلقي لها بالا يبقى تأثيرها على اللي قلتها له تشيلك ذنوب كفيلة توديك في حتة وحشة قوي قوي يوم القيامة مهما كنت بتعمل الخير. ومن أشر الألسنة برضو اللسان الجاحد، اللي ما بيعرفش يقول شكرا، ما بيعرفش يقول تسلم ايدك، اللي ما بيعرفش يقول جزاك الله خيرا، ربنا يسعدك، تعبينك معانا، حلاوة دي، ايه ده، ايه الطعامة دي. الكلام ده ما بياخدش وقت، ما بياخدش مجهود. حرام عليك تحرم نفسك من الأجر وتحرم حبايبك من انهم يحسوا بقيمتهم. الكلام ده والله بيخلي اللي قدامك لو يطول يديك عينيه مش هيتأخر. أنس بن مالك خادم سيدنا النبي بيقول: سيدنا محمد كان أحسن الناس خلقا، عمره ما ضربه، عمره ما شتمه، عمره ما كشر حتى في وشه خلال 10 سنين اللي خدموا فيهم. كان رؤوف رحيم، عمره ما قال له أف أو عنفه على أي حاجة عملها أو حاجة لسه ما عملهاش. كان يا حبيبي بيهزر ويضحك معاه، كان لسانه حلو حلو. يا أخي لسانك الحلو كفيل إنه يكون سبب دخولك في أعلى عليين.
سيدنا النبي يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بقى هتضحي بكل ده عشان مش عارف تلم نفسك، مش عارف تلم لسانك؟ حط عليه يا أخي شوية سكر يحلوا حياتك وحياة اللي حواليك. خليك حلو، ها، بدل ما أجيلك. اتفضل. أشر الناس من تركه الناس اتقاء شره. من أشر الحاجات اللي ممكن تعملها في